كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، منشوراتك، صورك، رسائلك، نصايحك، رنة تليفونك، كل شيء في حياتك خاص بيك عايزك تدقق فيه قوي وتاخد بالك منه وتشوف طريقه رايح فين. لان خد بالك، صورك ورسائلك ومنشوراتك ورنة تليفونك وكل ده هيبقى اثر ليك على اعمالك بعد ما تموت. تعالى كده وتأمل معايا قول الامام الشاطبي عليه رحمة الله. شوف بيقول ايه؟ بيقول: طوبى لمن مات وماتت ذنوبه، طوبى لمن مات وماتت ذنوبه، والويل الطويل لمن مات وتبقى ذنوبه 100 سنة و200 سنة، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. ياه، يعني ايه؟ يعني انا لما اموت لو لي عمل سيء من منشور سيء او صورة سيئة نشرتها على الانترنت او رنة تليفون شيرتها والناس تستعملها او لو ده لسه موجود وانا مت، يفضل انا اتعذب بيه في القبر واتسأل عنه يوم القيامة؟ ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. خد بالك من كلمة وآثارهم. يبقى ممثل عمل كام فيلم ومات، طول ما الفيلم بيتذاع وأثر الفيلم شغال في الدنيا هو بيعذب بيه في القبر وبيحاسب عليه يوم القيامة. وشوف بقى العمل بتاعه اللي تركه ده، لأن في ناس كتير بتتمنى تبقى جعفر العمدة، وبتتمنى تبقى رمضان البرنس، وبتتمنى تبقى، خد بالك، فده يبقى ايه؟ ده هتسيب اثر سيء زي ده في المجتمع. طول ما الاثر ده شغال في الناس وبيأثر في الناس والناس بتقتدي بيه، انت بتعذب عليه في القبر وبتعذب عليه في الاخرة. إنا نحن نحيي الموتى، ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الأثر بتاع العمل بتاعك. فالأعمال لها أثر بعد موت صاحبها، إما أثر حسن إذا كانت أعمال حسنة، وإما أثر سيء والعياذ بالله. شوف مثلا الشيخ الشعراوي، كام واحد لما بيسمعه بيهتدي بعلمه، أهو ده أثر طيب. وشوف بقى غيره بقى، مش عايزين نذكر أسماء، من الساقطات، من الراقصات، من الممثلات، دول برضو لما ماتوا سابوا أثر سيء، ما هو ده برضو في ميزانهم. فأنت عايز بقى صورك ومنشوراتك ورسائلك ورنة تليفونك والأعمال اللي انت بتقدمها على الانترنت دي، عايزها تبقى في أثرك الطيب ولا في أثرك السيء؟ حدد وانت عايش. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. جمل الأثر بتاعك وانت لسه على قيد الحياة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه، دعم الفيديو عشان ينتشر. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.